فيلمنا أحداثه تبتدي في إستونيا سنة 2007 من داخل إحدى المصحات النفسية، وفي دكتورة جاية تزور المصحة، ولما بتوصل جرس الإنذار بيضرب علشان في حالة من الحالات الخطرة عاملة مشكلة، والمرشد اللي كان مع الدكتورة بيقول لها إن دي من أحد الأسباب اللي خلتها تيجي المصحة دي، وبيحطها في أوضة وبيقفل عليها ويطمنها إنها هتكون في المكان ده بخير. وبعدين بتشوف بنت صغيرة بتفتكر إنها بنت حد من المكان هنا، وبتسألها عن رسمتها، ولما بتشوف الرسمة بتلاقيها رسمها هي، وبتقول لها ان اسمها الدكتوره انا. وفي اللحظه دي الدكاتره بتوع المصحه بيدخلوا عليها وبيلحقوها قبل ما تعمل حاجه في الدكتوره وبيمسكوها، والمسؤول عن المكان بيبلغ الدكتوره الجديده ان لينا مش بنت صغيره زي ما هي فاكره، دي شابه بالغه بس بتعاني من خلل في الغده ووقف نموها عند سن 10 سنين، وبيقول لها هي شكلها بيبدو عليه انها بنت صغيره بس في الحقيقه هي كبيره وناضجه، وان سنها الحقيقي هو 31 سنه. وبيقول لها انها من ساعه ما جت هنا وهي عندها اراده كبيره جدا انها تكون حره وتهرب من المكان ده. بيقول لها انها فنانه استثنائيه في الخداع، وبيحكي لها انها من سنتين اتظهرت لينا العيله انها هاربه، وان العيله دي احتوتها، وفي العاده كانت بتسرق كل حاجه تقدر عليها وبعدين بتختفي. وبيقول لها بس المره دي، وبيسكت ومش بيكمل كلامه، وبيقول لها هي هنا موجوده دلوقتي وخلاص. وبعدين لينا هتكون في اوضتها الخاصه بيها، واحد من الحراس هيديها حاجات علشان تستخدمها، وبعدين هيتكلموا بلطف، وبعدين هتستدرجه انه يدخل اوضتها عشان تشكره. بس هي كانت بتعمل له فخ علشان كانت ناويه تضربه وتاخد المفتاح اللي في جيبه، وبتنجح في الخطه بتاعتها. وساعتها هتحاول تهرب من المستشفى، وبتفتح الابواب بالكارت اللي معاها، وبتنجح انها تطلع بره المستشفى، بس هتركب العربيه بتاعت الدكتوره الجديده. ولما الدكتوره هتروح وتوصل بيتها هتتفاجئ بلينا قدامها، وساعتها هتضربها على دماغها. لينا هتدور على الانترنت على البنات المفقوده لغايه لما تلاقي بنت قريبه منها في الشبه واسمها استر، فهتقرر انها تنتحل شخصيتها، وهتروح تقعد في حديقه الاطفال لغايه ما حد من البوليس هيلاقيها. ولما هيسالها عن ابوها وامها هتقول له ان عيلتها في امريكا، وان اسمها الحقيقي استر، وانها كانت مخطوفه بس قدرت تهرب من اللي كانت خطفاها. وبعد كده بتنقلنا الاحداث على المفروض ان هم الابوين للينا، ولما كانوا بيتكلموا هيلاقوا حد من الشرطه بيبلغهم انهم لاقوا بنتهم المفقوده. وفعلا الام بتسافر لروسيا وبتعرف ان استر كانت مخطوفه، وان في واحده جابتها روسيا، وان في تفاصيل كتير لسه عايزين يعرفوها منها، بس مستنيين انها تهدى شويه. والام بتبلغ الشرطه انها هتعرضها على الدكتور النفسي الخاص بيهم علشان تقدر تعرف اللي حصل لها. ولما بتدخل الام هتنادي عليها وتقول لها انها امها، واستر هتجري عليها وهتمثل انها عارفاها، وبتقول لها امها انها كانت فاكره انها مش هتشوفها تاني، وبتعيط وبتاخدها فعلا وبتسافر. ولما بتنزل في المطار بيكون ابوها واخوها مستنيينها وبيشاوروا لها، وبتاخد استر ابوها بالحضن وبيعتذر لها على اللي حصل لها، وبيقول لها انه كان متاكد انها هترجع تاني، وبتسلم على المفروض ان اخوها وكانها تعرفه، وبتحضنه وبترحب بيه، وبياخدوها البيت بتاعهم. وامها بتطلعها اوضتها وبتقول لها انهم كانوا سايبين كل حاجه زي ما هي لانهم كانوا متاكدين انك هترجعي البيت تاني، وبتقول لها اي حاجه نفسك فيها احنا هنعملها لك. وبتقول لهم استر انها بتحب الرسم، بس ابوها بيقول لها انك عمرك ما كنت بتهوي الرسم، وبيوعدها ان هو ياخدها المرسم بتاعه لانه شغال رسام. وامها بتقول لها انها تجهز نفسها لزياره الدكتوره النفسيه تاني يوم، وبتفكرها بالدكتوره، وبتقول لها ان الدكتوره دي اللي كان عندها البغبغان اللي اسمه سيدني اللي كنت بتحبيه، وبتقول لها انها لو احتاجت اي حاجه هم موجودين تحت. وتاني يوم استر وامها بيروحوا لعياده الدكتوره النفسيه، واستر هتدخل للدكتوره لوحدها اللي بتقول لها انها سعيده جدا بعودتها، وبتقول لها انها اكيد اتغيرت عن اخر مره شافتها فيها، وبتسالها اذا كانت فاكره اي حاجه من اخر جلسه كانت فيها معاها، وبتقول لها اذا سالتك ومش حابه تجاوبي على اي حاجه انا هتفهم كده. واستر بتقول لها يا ريت ان ابوها وامها يكونوا زيها كده، لانهم بيسالوها عن كل حاجه وعن تفاصيل اي حاجه حصلت لها، وانها مش مهيئه انها تحكي اي حاجه دلوقتي. والدكتوره بتطمنها وبتقول لها انها لما تكون مستعده تحكي هتسمعها. وتشوف استر البغبغان وهتتظاهر انها تعرفه، وهتنادي عليه باسمه قدام الدكتوره، بس الدكتوره هتستغرب، وبعدين بتطلب من استر انها تفضل في مكانها لانها هتكلم امها، بس الطريقه دي هتخلي استر تشك، وهتروح تسمع الدكتوره هتقول ايه لامها. والدكتوره بتكلم امها بتسالها انها ملاحظه اي تغيير على استر، زي ان لكنتها في الكلام مختلفه. امها بتقول لها انها واخده في الاعتبار الفتره اللي عدت عليها، بس الدكتوره بتقول لها انها ملاحظه عليها شويه تناقضات، زي انها نادت على البغبغان انه سيدني، وان البغبغان ده مختلف في اللون والحجم والشكل، وانها نادت على البغبغان بكل ثقه. وامها بتسال الدكتوره انها بتلمح لايه، والدكتوره بتقول لها انها حاسه ان استر بتمثل. وبعدين استر صوتت واتهمت الطفل اللي كان موجود انه اعتدى عليها علشان تنهي المقابله مع الدكتوره وتقطع كلامها. وبعدين لما كانوا في البيت وقاعدين بيتعشوا في ضابط هيزورهم،
وهيقول لاستر انه جاي علشان يرحب بيها، وهي بتشكره. بس استر كانت عايزه تعرف ان الضابط ده جاي ليه، وهتقف تتصنت على الكلام. وابوها بيقول للضابط ان الدكتوره النفسيه بتقول ان استر هتحكي قصتها في حدود، بس الضابط عايز يعرف اللي حصل لها. والضابط بيقول ان اتكلم مع الدكتوره وانها هتعمل اجتماع جماعي ليكم علشان تعرف كل حاجه حصلت لاستر. وبعد الموقف ده استر هتبدا تلم كل حاجه سرقتها من البيت علشان تهرب قبل ما ينكشف امرها. بس وهي طالعه من البيت هتشوف المرسم بتاع ابوها اللي دايما بيكون قاعد فيه بيرسم، فهتقرر انها تتراجع عن خطة الهروب دلوقتي وترجع تاني لاوضتها. وبعد كده الاب والام كانوا خارجين في حفلة، وهيسيبوا استر مع اخوها وهيوصوا عليها. بس اخو استر هيكون جايب اصحابه البيت علشان يشربوا مخدرات وخمره وكده، والباب هيخبط. ولما اخو استر هيفتح هيلاقي الضابط اللي بيحقق في قضيه استر راجع تاني، والضابط هيطلب منه انه يدخل الحمام. بس هو هيطلع اوضه استر وياخد الاسطوانه اللي عليها بصماتها، واستر هتشوفه وهتعرف ان الضابط بيشك فيها لانه اخد الاسطوانه. ولما الاب والام هيرجعوا من الحفله، الام هتطلع اوضه استر وهي بتدور عليها، هتلاقي الكتاب اللي استر كانت مخبياه، ولما هتفتحه هتلاقي صورة المحقق فيه، وهتدور عليها ومش هتلاقيها في البيت. والضابط في الوقت ده بيكون بيفحص البصمات اللي خدها من على الاسطوانة، وساعتها هيعرف ان البصمات غير متطابقة ما بين استر المزيفة واستر الحقيقية. وفجأة هتطلع استر من وراه وتطعنه في ظهره بالسكينة، وهتقوله انت شكيت فيا ليه؟ ده ام البنت نفسها ما عرفتش اني مش بنتها، بس قال لها هي عارفة حقيقتك. وساعتها الام هتظهر فجأة وتضرب الضابط بالمسدس قبل ما يتكلم. وساعتها هتقول لاستر المزيفة انا عايز اعرف كل حاجة عنك، وبتقول لها انها عارفة انها امرأة ناضجة مش طفلة زي ما هي بتمثل، وكمان مطلوبة للعدالة. وبتقول لها انها عرفت مكانها من ابنها اللي قال لها ان الضابط جه البيت وسأل عليهم وقت ما كانوا في الحفلة. وبتقول لها كان ممكن تسرقينا وتختفي لما جاتلك الفرصة، بس انت ما عملتيش كده، ولا انت كنت ناوي على حاجة اكبر من انك تحرقي البيت وتهربي؟ واستر هتقول لها سيبيني امشي ومش هتشوفي وشي تاني. والام بتقول لها ان هي دي المشكله، واننا مش هنتحمل اختفاء استر مرتين. واستر المزيفه بتقول لها ان استر الحقيقه ما اختفتش. والام بتقول لها ان ما كانش في ايديها حيله لان اخوها كان دايما قاسي معاها، وانه كان مبالغ في افعاله لغايه ما قتلها، وانها كانت بتحب بنتها جدا بس كان لازم تحمي عيلتها. وبتقول لها لو كنت فاكره ان مريضه زيك تقدر تهد البيت اللي اتبنى ده تبقى بتحلم. وبتقول لها ان جوزها فرح لما عرف ان استر ظهرت من جديد، وانه ما يعرفش مصير بنته الحقيقيه ايه. وبتقول لاستر انها تساعدها في الموضوع ده لانه ما يعرفش حاجه. وبتقول لها انها اختارت تلعب دور استر فمضطره تكمله للنهايه، وبتهددها انها تفضح امرها لو رفضت وهترجعها المصحه اللي كانت فيها. وبترجع هي واستر البيت، والاب بيكون قلقان على استر وبيتاسف لها انه سابها لوحدها وانه مش هيعمل كده تاني. والام هتقول لابنها حقيقه استر وانها مش طفله وانها كبيره، وانه ما يقللش منها لانها مجرمه وقاتله. وابنها بيقول لها ان ازاي تكون في بيتنا مجرمه ومختله نفسيا زي استر. وامه بتطمنه انها مسيطره عليها لانها هتخاف لان عندها حاجات كتير تخسرها، وبتقول انها هتراقبها وهتتخلص منها لما تيجي الفرصه المناسبه. وجالي يوم اللي المفروض استر هتزور الطبيبه النفسيه فيه، والام بتقول لها لولا انك اتكلمتي عن البغبغان ما كانتش خدت بالها، وانهم لازم يخلوا الدكتوره تصدق انك استر علشان الموضوع يتقفل، وهتحفظها شويه ذكريات عنهم. ولما الدكتوره هتسال استر عن الذكريات دي هتجاوب وكانها عاشتها فعلا. والدكتوره هتحط تقريرها ان فعلا استر فاكره كل حاجه عن ماضيها، وانها مرت بظروف صعبه بس انها هتتاقلم بسرعه. وبعد كده الام هتعلم استر المزيفه كل حاجه عن بنتها وعن حياتها وايه الوانها المفضله، وهتتعرف على اصدقاء العيله، وهتطلب منها انها تتظاهر انها بنت من عيله عريقه قدامهم، وفعلا بتنجح انها تمثل دور استر الحقيقيه بالظبط قدام كل الناس. وبعد كده الام هتحط سم لاستر في الاكل بتاعها، بس استر هتقوم قبل ما تاكل لانها كانت عايزه تروح مع ابوها الشغل، والام هترفض. بس استر لما هتقوم امها هتطلب منها انها تاخد اكلها معاها وانها تاكله في اوضتها. ولما هتدخل اوضتها هتدي الاكل للفار اللي كانت مربياه، ولما هتقوم من النوم هتكتشف انه مات، وساعتها هتعرف انها كانت حاطه لها سم في الاكل وانها كانت عايزه تموتها. وتاني اليوم لما كان الاب مسافر لشغله واستر واخوها ومراته كانوا بيودعوه، وبعد ما هيمشي الام بتقول لاستر ان اتفاقهم انتهى وهي هتحاول تهرب منهم وهتاخد العربيه وتجري. بس وهي ماشيه بالعربيه هتلاقي البوليس وراها وهيقبض عليها، والبوليس بيبلغ الام انهم لهم استر وبيسلموها، وبتشكر البوليس وبتقول لهم ان استر بتمر بظروف صعبه وبتتصرف بغرابه اليومين دول وان من الصعب السيطره عليها. ولما الام بتدخل وراها البيت بتقرر هي وابنها انهم يتخلصوا من استر، وامه هتمسك مقصه وهتحاول تقتل استر. وكانوا عايزين يبينوا الحادثه كانها انتحار بانها قطعت شرايين ايديها. وتليفون الام في اللحظه دي هيرن، هيطلع التليفون من
من جوزها اللي جاله خبر ان البوليس مسك بنته وهي سايقه العربيه، والام بتحاول تقنعه ان الموضوع عدى خلاص، بس هو بيقول لها انه راجع علشان يطمن عليها، بس مراته بتحاول تقول له انه ما يرجعش وان مفيش حاجه حصلت وان الامر انتهى، والاخ هينزل يدور على استر اللي اختفت من مكانها. بس بعد ما هيطاردها هي هتتمكن انها تقتله، والام هتيجي وتشوف استر وهي بتقتل ابنها قدام عينها وهتتجنن ومش هتكون مصدقه ان ابنها مات، وهتجري ورا استر عشان تنتقم منها علشان اللي عملته في ابنها. وفعلا بتقوم بينهم مشاجره، والام بتكون افتكرت انها هزمت استر، بس استر بتهرب منها وبتبدا تطاردها تاني، والنار هتكون بدات تولع في البيت اللي هم فيه، والزوج في الوقت ده هيوصل وبيلاقي البيت قدامه بيولع وهيجري علشان ينقذ عيلته، واستر والام هيكونوا على السطح، ولما هيطلع علشان يحاول ينقذهم استر هتقول له ان مراته حاولت تاذيها، ومراته بتقول له ان يساعدها وما يسمعش كلامها، وبتقول له ان دي مش استر وان دي ست كبيره وانها خدعتهم، بس بتقع وبتموت. وبيساعد الاب استر قبل ما تقع، بس وهي واقفه قدامه هيكتشف انها مش بنته علشان طقم اسنانها هيقع منها، وبيقول لها انت عملتي كده ليه؟ واستر بتقول له انها عملت كل ده علشان يبقوا هما الاتنين مع بعض وانها بتحبه، وبيسالها هي مين، بس استر بترميه من على السطح. والبوليس لما بيوصل بيفتكر انها طفله وانها بتمر بظروف مأساوية لانها فقدت كل عيلتها في الحريق، وساعتها هيتم ايداعها في مركز تبني على امل ان هم يلاقوا عيلة جديدة تقدر تدي الدعم والحب لاستر من جديد. وبكده الفيلم بينتهي، ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد، وتقول لنا رأيك في كومنت عن الفيلم. وشكرا، سلام.